برازيلي وهنسيبها تبرد ونرجع تاني نعمل له الخلطه بتاعته. هناخد 150 جرام من البن البرازيلي بتاعنا اللي الكريمه بتاعته عاليه جدا ومراته قليله جدا، ففي نفس الوقت هيظبط لنا التيست بتاع الخلطه وهيخلي الوش بتاعها كريمي. خش على اللي بعده نظبط القوام والوش. هنظبط القوام بالوش ب 100 جرام من البن الاندونيسي، وهو ما كانش عايز نسبه الروبستا تكون عاليه قوي، كان عايزها في المظبوط عشان تديله الطعم المصري الجميل بتاعنا. خش على الكافيين نظبط الكولومبي 75 جرام من البن الكولومبي، كافيين ان هم يظبطوا لنا التيست بتاع القهوه ويعلوا لنا الكريمه في القهوه، والكافيين بتاعهم عالي جدا. فهنخش على ابن عم الكولومبي اللي هو الجوتوميلي، مرارته قليله جدا وفي نفس الوقت طعم حلو جدا، بيديك طعم كده تحسه مسكر كده في قلب القهوه، والمزه بتاعته جامده جدا. هنخش على الهند الارابيكا اللي انا بحبه جدا في القهوه بصراحه، لانه من انواع البن اللي تحسها طعمها حلو قوي وفي نفس الوقت كريمي جدا وطعمها لطيف قوي والمزه بتاعتها جميله جدا. هناخد 10 جرام من بذور الحبان، شويه ورد خفاف جدا وده كان بيختار العميل، شويه قرنفل خفاف جدا، واحده من جوز الطيب، وكان عايز عودين من الجينسنج عشان يديله طاقه وباور كده، لان الراجل بيقول لك انا بصحى من بدري قوي، ونزلت الكلام ده كله في مطحنتي وما فيش اجمل